فنانتنا ما بتتجوزش غير أجانب، وبتخاف جدا من الراجل المصري علشان هي ممثلة. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة أروى جودة. اتولدت فنانتنا أروى يحيى جودة في 27 سبتمبر 1979 في مدينة جدة بالسعودية، وخالتها هي الفنانة الكبيرة صفاء بالسعود. وبدايتها كانت عارضة أزياء، وحصلت على جايزة أفضل عارضة أزياء في العالم العربي كله سنة 2004، وشاركت كمان في عمل إعلانات، وعملت كمان كمقدمة برامج في 2012 من خلال تقديمها برنامج ذا فويس اللي كان بيتقدم على قناة MBC، وبرنامج كان ناجح جدا. وبعد كده أروى اتجهت للتمثيل وعملت عدد كبير من الأفلام، من أهم أفلامها الحياة منتهى اللذة، مفيش غير كده، على جنب يا اسطى، العالمي، الجزيرة، الوطن، فيلا 69، وأشباح أوروبا. كل أفلامها كانت جميلة. أنا عن نفسي بحبها جدا مع أشرف عبد الباقي لما مثلت فيلم على جنب يا اسطى، قد إيه كانت تلقائية ورقيقة وبسيطة جدا. مثلت كمان مسلسلات كان أهمهم أو آخرهم الأفوكاتو، سارة مكاتب، فاكرين طبعا دورها، كان دورها جميل جدا جدا في المسلسل، وأنا عن نفسي كرهتها، وعشان أتقنت الدور فعلا كل جمهورها حس إنها سارة مكاتب فعلا، كان دورها جميل قوي وأنا حبيتها في الدور وأقنعتني جدا. عملت كمان مسلسلات زي إمبراطورية مين، كانت ضيفة شرف فيه، وهذا المساء، وأبو عمر المصري، وهو ده اللي صار، وصانع الأحلام. كل دي مسلسلات عملتها كانت جميلة ورقيقة. أما عن حياتها الشخصية فهي ما بتحبش أو ما بترتبطش غير بالأجانب. الأولى كانت من تركي أوزجان دينيز، عرفت عليه أثناء حصولها على جايزة أحسن عارضة أزياء، وهو ممثل وصوته رقيق، وقالت كمان إن هو دمه خفيف جدا، وده اللي خلاها حبته جدا. أما عن سر انفصالها عنه قالت: أنا كنت لسه ببدأ حياتي في مصر وبحاول أحط نفسي على أول سلمة، لكن ما كانش ينفع إن أنا أسيب مصر، علشان كده استحملت فراقه وبعدت عنه ورجعت لبلدي، ما كانش ينفع إن أنا أفضل غريبة وأقعد في تركيا. وفاجأتنا أروى وهي في مهرجان الجونة بخطيبها الإيطالي الحالي، وقالت إنها اتعرفت عليه في باريس لما كانت في إيفنت في نادي السيارات، وإن هو كان قاعد على الترابيزة اللي قدامها، لكن فجأة لقيت خاتمها الفص اللي فيه ضاع، لكنه هو جه وطمنها لأنه بيشتغل أمن في شركة المجوهرات، وقال لها هنلاقيهولك ما تقلقيش، وفعلا طمنها، ومن هنا بدأ التعارف والكلام معاها. ولما ارتاحوا لبعض قرروا ان هما يتجوزوا، وقالت له علشان نتجوز شرطي ان انت تسلم. قعد اسبوع بالكامل ما يكلمهاش، وخافت لا يمشي وما يكلمهاش تاني، لكن فوجئت بيه ان هو قال لها انا هعمل اي حاجة علشان نتجوز. وفعلا راحوا الازهر واعلن اسلامه وسمى نفسه ادم، ولكن الورق لسه بياخد شوية وقت، علشان كده لسه لحد دلوقتي ما حددوش ميعاد الفرح. اما لما سألوها قالوا لها يا ترى انت ليه ما بتختاريش ليكي زوج مصري او ما حبتيش حد مصري؟ قالت لهم بصراحة انا بخاف ان الراجل الشرقي دايما بيبص للممثلة بنظرة تانية خالص. طبعا كمان زي ما بخاف من الراجل الشرقي انا بخاف من اهله، لان انا ممثلة وادواري مختلفة ومتنوعة، ممكن ما يتقبلونيش ان انا ممثلة. وأروى من الممثلات الجميلات الرقيقة اللي لما بتظهر على الشاشة فعلا بنرتاح لوجودها ولوشها البشوش الجميل. يا ترى ايه اكتر عمل حبتوه لسارة مكاتب او أروى جودة؟ بشكركم جدا على متابعتكم، واوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة.